الحقيقة أن النظام العسكري في مصر الذي يقبع على رأسه السيسي يهدف إلى إرهاب وإرعاب الشعب المصري حتى ينفذ كل خططه التي جاء بها. هذا رجل لا يعمل إلا من أجل صهيونية، من أجل إسرائيل. هذا رجل يعمل لحساب إسرائيل. إسرائيل تحافظ على السيسي الآن بكل قواها. العالم كله الآن ينفر من هذا السيسي تماما. لا تصدق مؤتمرات شرم الشيخ وما إلى ذلك، هذه بضغوط من نتنياهو. نتنياهو يضغط على حكام أوروبا حتى يأتوا إلى السيسي في شرم الشيخ، لكن السيسي هذا يحقق لإسرائيل ما لم تأخذه طوال 70 سنة ماضية. السيسي يحققه لها الآن، وبالتالي هو ينتهج سياسات إذلال وإفقار الشعب المصري حتى يتحكم في هؤلاء الصهاينة. عدد الذين دخلوا السجون في مصر يتجاوز 200,000، أكثر من 200,000. الذي يتبقى الآن في السجون نحن نقول 60,000، ولكن هناك منظمات حقوق الإنسان تقول أنهم ما بين 60,000 و90,000. لا أحد يعلم العدد، لأن الحكومة المصرية لا تعرض إطلاقا أعداد الأسرى الموجودين في السجون المصرية. الذين نحصرهم نحن يتجاوزون 60,000، كلهم في معاناة شديدة من هذا الحكم العسكري. بعض هذه المعاناة تصل إلى حد لا يتخيله العقل إطلاقا. كيف؟ الرئيس محمد مرسي، رئيس محمد مرسي نفسه، رئيس مصر الذي انتخبه الشعب المصري، الآن يقبع في السجن منذ قرابة 6 سنوات. لم يرى أسرته طوال هذه المدة إلا 3 مرات. طوال هذه المدة لم يرى أسرته، لم يرى زوجته وأبنائه إلا 3 مرات. باقي المساجين مغلق عليهم الزنازين، لا يرون الشمس، لا يخرجون منها إطلاقا، لا يرون الشمس إطلاقا. بالذات في السجن الرئيسي المسمى سجن العقرب، فيه كبار الإخوان المسلمين وكبار قادة الدولة المصرية في عهد الرئيس مرسي. هؤلاء لا يرون الشمس على الإطلاق. أصيبوا بكل الأمراض، أمراض العظام والكساح وعدم القدرة على الوقوف، بالإضافة إلى أمراض القلب والضغط والسكر وما إلى ذلك. الغذاء سيء جدا جدا جدا، قليل جدا جدا جدا، حتى أنهم يعني لا يجدوا ما يقتاتون به في السجن. أهلهم إذا سمح لهم بالزيارة بعد عدة سنوات يأتون بعض المأكولات، يقولون لا، ممنوع المأكولات. يأتون بعض الأدوية، لا، ممنوع الأدوية. وهم لا يعالجونهم، لا يذهبون إلى المستشفيات، ممنوعين المستشفيات. الأمراض فيهم، وبالتالي مات الآن الذين ماتوا في السجن من جراء الإهمال الطبي قرابة 1000 سجين. 1000 سجين تقريبا، يعني ما بين 900 وال1000 ماتوا نتيجة الإهمال الطبي في السجون المصرية في عهد السيسي. هذا كان هدف السيسي من أول يوم، وهو جر الإسلاميين إلى حرب أهلية حتى تصبح مصر مثل سوريا، أو تصبح مثل العشيرية الجزائرية في الجزائر. عندما اقتتل الإسلاميين والجيش لمدة 10 سنوات قتل فيها 150,000 بني آدم في الجزائر. سوريا الآن يهاجر خارج سوريا أكثر من 12 مليون، منهم 3.5 مليون في تركيا هنا وحدها. فالسيسي كان يستهدف جر الإخوان المسلمين إلى حرب الأهلية، ولكن نحن لم نمكنه من ذلك إطلاقا. نحن نقاومه المقاومة السلمية المشروعة حتى لا يؤخذ علينا خطأ واحدا. أما هو فهو مجرم حرب، يرتكب كل جرائم الحرب ضد الشعب المصري. والله تستطيع الأمة المسلمة أن تعين الشعب المصري الآن، لأنه في محنة كبيرة جدا جدا. يعني من تم إعدامهم حتى الآن 42 فرد. الذين صدق عليهم السيسي بالإعدام ينتظروا الإعدام خلال أيام قليلة أو أسابيع قليلة قادمة 50 فرد. ولكن هناك في السجون الآن أكثر من 1500 فرد حاصلين على حكم الإعدام من ممكن النفذ فيهم. هؤلاء خلاصة شعب مصر، أفضل من في شعب مصر، قيادات شعب مصر، أساتذة جامعات، مهندسون، أطباء، قيادات الشعب المصري موجودة في السجون الآن. السيسي يريد أن يقتلهم جميعا عن بكرة أبيهم. تستطيع الدول الإسلامية كلها تفعل كما تفعلون أنتم في تركيا: التظاهر ضد النظام المصري، الوقوف عند السفارة المصرية والتنديد بأحكام الإعدام هناك، الإرسال إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش،
وغيرها كثير. وفي تركيا هنا منظمات كثيرة حقوق الإنسان حتى تطلب هي المنظمات هذه من الأمم المتحدة أو المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تطلب منه طلبا واحدا فقط، وهو وقف الإعدامات في مصر، وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، لأن كل القضايا المصرية قضايا سياسية، والقضاة مختارين، إما أنهم مختارين من المدنيين أو عسكريين، ولا يجوز إطلاقا أن يقف المدني أمام العسكري لكي يحكمه في ماذا؟ لأنه مختلف في الرأي مع الرئيس، مختلف في الرأي مع المنقلب على الرئيس، هذا غير وارد أصلا. وبالتالي المطلوب الآن إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر فورا. تستطيعوا أنتم في تركيا أن تفعلوا هذا، وتستطيع الدول الإسلامية كلها أن تسعى لكي توقف أحكام الإعدام في مصر. الإخوان المسلمين الآن يحاول السيسي أن يقضي عليهم أي يحاصرهم تماما وينهي فكرة الإخوان المسلمين من الكرة الأرضية. هذا هو الهدف الذي جاء به. يعني الذين دفعوا إلى هذا أمريكا وإسرائيل، وبالتحديد المخابرات الأمريكية وإسرائيل، المقصود من مجيئه هو إنهاء الإخوان المسلمين تماما. ولكن سبحان الله العظيم الواقع غير ذلك على الإطلاق. هناك معهد واشنطن عمل استطلاع للرأي منذ شهر أو شهر ونصف تقريبا، كانت النتيجة أن 33% من شعب مصر يؤيد الإخوان المسلمين. بعد كل هذا الذي حدث والتشويه، هو يتهم الإخوان المسلمين بكل شيء، بالإرهاب وبمحاولة الزج بالشعب المصري وإفقار الشعب المصري واللعب بالاقتصاد المصري واللعب في العمرة المصرية، يتهمهم بكل شيء، لكن الشعب لا يصدقه. الآن الإخوان المسلمين رغم كل هذه المحنة يحصلون على 33% من نتيجة هذا الاستفتاء الذي أجرته مؤسسة أمريكية وليس نحن الذين قمنا به. في المقابل أن شعبية السيسي التي وصلت إلى 80% بعد الانقلاب الآن لا تتجاوز 5%، هو يحصل على 4%، 4.5%. هذا هو السيسي، لا يحصل على شيء على الإطلاق. الشعب كله يريد أن يتخلص منه إلا مجموعة المنتفعين من حوله. وبالتالي فالإخوان المسلمون يعني في مصر الآن لهم كل تشكيلتهم التي كانت موجودة من قبل، والإخوان المسلمون الآن يعني يتحركون في وسط الشعب المصري بكل هدوء وتودة إلى أن يأذن الله عز وجل بثورة جديدة ضد هذا النظام وضد هذا السيسي في مصر. يعني نريد أن نقول أن هؤلاء الذين تم إعدامهم في مصر هم أبناؤنا، ونحن يعني في غاية الحزن عليهم. شباب في مقتبل العمر، أعمارهم يعني حاجة و20 سنوات، منهم الأوائل في الجامعات المصرية، أوائل الجامعات يعلقوا على أعواد المشانق في مصر. هذا غير معقول وغير منطقي وغير مقبول. وأظن أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد تحدث في هذا وقال يعني غير معقول إعدام 9 من الشباب في جريمة مثل هذه. كل الجرائم السياسية في مصر أو معظمها تقوم بها المخابرات المصرية لأهداف داخل مصر، هي التي تقتل وهي التي تضرب وهي التي تحرق وهي التي تشيع الإرهاب في سيناء. كل شيء في مصر، كل التخريب في مصر تقوم به المخابرات المصرية لأهداف هم يعرفونها، لجر الشعب إلى حرب أهلية، لأي شيء. لكن يتهم الأبرياء بهذه التهم ثم يقتلونهم بهذا الشكل، فهذا شيء مريع. وبالتالي يعني يجب أن يعمل كل المسلمون في كل الأرض لإيقاف هذا النزيف الدموي في مصر وقتل الشباب في مصر بهذه الطريقة.